إذا موية الدش عندك ضعيفة مو مثل الأول أو حتى الشطاف، فك اللي عنها وشغل شف. إذا كانت الموية قوية في البلاء من الجزء هذا، فك البرغي والغطاء، نظف من أملاح وأتربة إلى آخره. أما إذا كانت ضعيفة نفك هذا الجزء. لاحظوا انسداد شبه كلي، وهذا سبب الضعف. كل اللي عليك هو إزالة هذا الأملاح المتكدسة وراح تنحل المشكلة. طبعا لا تفك الخلاط من مكانه أنت، أنا فك للشرح فقط، نفذ وهو راكب مكانه بالحمام. وترى أحيانا يكون مو مسدود، لكن لو فكيت راح تجد انسداد. طبعا الآن غير مسدود، ترى هذا حديد تبع للخلاط عادي، راح تجد انه متقفل من هنا او فتحة صغيرة. واضح؟ انحلت المشكلة. أنا ما كملت الشاهي. يا حب بعضكم لتخريج الدراهم، يا كثر اللي يرمون الخلاطات يشترون جديد. خلاص بالمفك طلعت الأملاح، المشكلة تعتبر انتهت. إذا ودك تغسل وتنظفها أكثر سوها. أهم شيء جودوا الدراهم يا مال الغنيمة. إذا ما وجدت انسدادات كما في الشرح، فك الخلاط، ربما تلقى انسداد في الجزء اللي من هنا أو من هنا أو اللي في الجدار. وتذكر أن المقصود بالحلقة إذا كانت الموية هو عندك قوية ثم صارت ضعيفة، لأنه ربما أصلا الموية عندك ضعيفة وتحتاج تركب ضاغط موية بالسطح.